انتبهوا للمرة المليون يا بنات. بعد ما عبيت سلتي أنا ب400 ريال ب409 بضغط على علامة الدفع وركزوا هنا على طول. أنا طلبيتي صارت بصفر، ماني مختارة ولا أي طريقة من طرق الدفع، لا الدفع عند الاستلام ولا بطاقة ائتمان ولا فيزا ولا تمارة ولا أي شيء، ودايركت طلبيتي صارت بصفر. كيف خليت طلبيتي ببلاش وأتممها معكم؟ أضغط على متابعة آخر. وهذه هي بنات صارت قيد تجهيز طلبيتي 18 قطعة بصفر، وعندكم بعد هنا طلبت الطلبية الثانية 17 قطعة بصفر، وكل هذه الطلبات يا بنات هنا 51. كل هذه الطلبات ببلاش، ما دفعت فيها ولا ريال يا بنات. بنات ركزوا معي عشان أعلمكم إيش تسوون وتطلبون ببلاش. لو تعرفون أحد محتاج ارسلوا له هذا المقطع أو حطوا لايك وكومنت أقل شيء عشان يوصل للناس المحتاجة. وغير كذا لازم تعرفون إن هذا مو إعلان وشيء أنا أساسا والله ما درى عني. تعالوا الحين أشرح لكم على الأيباد هذا كيف تطلبون ببلاش بالخطوات وبالترتيب. وغير كذا الخطوات كلها ما تاخذ منكم نص ساعة، لكن على حسب أنتوا يعني سرعتكم. طفيت اللمبات عشان تكون شاشة الأيباد واضحة وما يكون في تغبيش. أو عندكم 3 خطوات يا بنات. الخطوة الأولى بوريكم إياها الآن، اللي هي إنكم تحذفون شيء وترجعون تحملونه يا بنات. هذا هو شيء تسوون له حذف إزالة تطبيق وترجعون تحملونه. هذا لو كنتم محملين شيء، لو ما كنتم محملين شيء يا بنات عادي روحوا حملوه طبيعي. الآن نحمل شيء. الآن يا بنات خلصنا الخطوة الأولى، شايفين كيف سريع سريع. الآن خلصنا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ننتقل لها بعد ما يتحمل شيء. بعد ما يتحمل شيء تدخلون عليه يا بنات، تضغطون على جمع كل وتفتح معكم هذه الصفحة يا بنات اللي هي صفحة تسجيل الدخول. بعد ما تفتح معكم تختارون الخيار المكتوب في الاستمرار بجوجل، يعني استمرار بجوجل، تضغطون عليها. بعدها تضغطون على متابعة وتفتح لكم هذه الصفحة يا بنات. تفتح لكم حساباتكم موجودة في جوجل، لكن يا بنات ما تختارون ولا أي حساب من بين حساباتكم. اختاروا آخر خيار قدامكم خلوه يفتح، بس الظاهر إن النت مرة بطيء. بعدها تختارون هذا الخيار المكتوب فيه استخدام حساب آخر، تضغطون عليه. بعد ما تضغطون عليه يا بنات تفتح معكم هذه الصفحة. اضغطوا على كلمة إنشاء حساب هذا اللي تحت. بعدها اكتبوا اسمكم، أي اسم خربوطي أو حقيقي عادي ما تفرق، أنا بكتب خربوطي. بعدها اكتبون معلوماتكم هنا، اليوم والشهر والسنة، كل هالمعلومات اللي أنتم تبغونها، ما في معلومات محددة. بعد ما كتبت المعلومات تضغطون على التالي. بعدها تختارون واحد بين هذول الاثنين أو تنشئون عنوان خاص فيكم. أنا بنشئ عنوان خاص فيني، شوفوا معي دقيقة. تنشئونه عادي أو تختارون واحد من بين هذول الاثنين اللي فوق جاهزة. تضغطون على التالي. بعدها تكتبون كلمة مرور يا بنات، أي كلمة مرور تبغون اكتبوها، أهم شيء تكونوا حافظينها عشان بعدين لو احتجتوا انكم تدخلون تكونون حافظين كلمة المرور ما تنسون. بعد ما كتبت كلمة المرور